السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده معانا حل كمية أسئلة كتير، يعني حوالي 36 سؤال انا جمعتهم. الأسئلة دي جاية بقى من امتحانات السنين اللي فاتت، على امتحان التجريبي بتاع 21، وجبت برضه حاجات من أسئلة المستشار. أسئلة عالية من الآخر، فهنركز وانا اعملها لكم بشكل جميل خالص. يعني كل سؤال كده تلاقيه في ورقة، بحيث ايه يعني موضوع لطيف كده يحببنا في الحل يعني وكده. طيب يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول تحل ويلا بينا. طيب تعالى كده نقرأ السؤال. بيقول لي هنا ان الصاد بتساوي القاتا باي ناقص الاتنين س، فإن الدال صاد على الدال س. عايز المشتقة الأولى للشكل اللي قدامي ده. طبعا هو السؤال سهل، مفيهوش أي حاجة، يعني ده سؤال مباشر أهو. هقول له الصاد شرطة دي كده هتساوي أول حاجة هنشتق اللي جوه القوس ده اللي هو سالب الاتنين. تمام. طيب بعد كده القاتا أنا عارف إن هي مشتقتها فيها سالب عشان هي فيها تاء. تمام. تبقى موجب اتنين اللي هي الإجابة رقم ألف. تمام، عشان بس ما نضيعش وقت. طيب رقم 2. سؤال رقم 2 بيقول لي الصاد بتساوي جاتا س، فإن الدال 2018 صاد على الدال س 2018 بتساوي إيه؟ طبعا شفت 2018 دي اتخضيت. طيب تعالى كده أفهمك الموضوع ببساطة خالص وأخليك تحب الأسئلة اللي بالشكل ده. بص معايا. الدالة بتاعت الجاتا أنت عارف إن ده شكلها كل قد إيه بتتغير. يعني مثلا لو أنا عندي ملف دينامو ماشي، فبقول لك المولد دوت كل قد إيه بتلاقي بتلاقيه بيتغير، او تلاقي العزم بتاعه بيتغير. هتقول لي كل باي على الاثنين، اللي هي كل ربع دوره. انا عندي ربع دوره باي على الاثنين، الربع دوره باي على الاثنين، دي كده ربع، دي كده ربع، دي كده ربع. تمام. فبالتالي انت قلت لي اهو ان كل ربع دوره هو بيتغير. اذا انا اقدر اقول لك ان الصاد والسنون دي كده بتساوي الالف والسنون، والف والسنون دي المذكور بيها العدد اللي بيبقى هنا. يعني لو في هنا الف مثلا، تمام، طب هنا مفيش حاجه خلاص، يبقى الف اس صفر اللي هي بواحد يعني. ماشي يا شباب؟ طيب بعد كده قال لك الجتا، معلش معذرة، الجتا باي على الاتنين زائد الدالة اللي هنا بقى اللي هي ألف س. تمام. حط دي بقى ايه كلها جوه قوس كده، قوس صغير. تمام. يبقى جتا باي على الاتنين زائد ألف ايه زائد ألف س. يبقى إذا الصاد السنون عبارة عن ألف والسنون جتا باي على الاتنين زائد الألف س. طيب السؤال اللي قدامي ده هحله ازاي؟ هحله بنفس الطريقة بالظبط. انت بتقول لي دلوقتي عايز صاد، عارف دي معناها ايه؟ دي معناها انك عايز الدال 2018. تمام، ده معنى الكلام. يعني انت عايز صاد 2018، يبقى دي كده هتساوي اول حاجه 1 اس 2018 اللي هو هيفضل واحد زي ما هو. تمام. بعد كده جتا باي على الاتنين زائد السين بس. طيب جتا 90 زائد السين، جتا 90 زائد اي حاجه، 90 زائد سيتا. تعالى كده نشوف الارباع. هنا دي كده 90 اهي. تمام. 90 زائد سيتا كل جبار، ده هنا سالبه، يبقى اذا الاجابه بتاعتي هتبقى سالب جتا س. بس هو ده كده السؤال، والسؤال ده من المستشار. يعني في السؤال فكرته جميله ومش صعب. تمام. طيب بيقول لك اذا كان الدال س بيساوي له هاء، عشان ما تلخبطوش، اذا كان الدال س بيساوي له هاء بعد كده قوس 2 زائد الجذر 2 ق س، حيث ان السين اكبر من الصفر واقل من الباي على الاثنين، فان المشتقه الاولى عندما السين بتساوي باي على الاربعه بتساوي كام؟ لاحظ الشرط اللي هو حاططه لك يا شباب، ركز في الشرط اللي هو حاططه لك وهنفهم دلوقتي معنى ايه. اول حاجه انا هروح اشتق الداله اللي قدامي زي ما احنا متعودين. الدال شرطه س دي كده هتساوي، حطها هنا في المقام، بعد كده خد مشتقتها في البسط. طيب مشتقتها اللي هي كام؟ هتقول لي ادي الجذر 2 هتطلع بره، بعد كده القا هتبقى مشتقتها ق س ظا س. تمام. طيب بعد كده انا هعمل ايه؟ محتاج ان انا اعوض. طيب يا شباب دلوقتي انا لو جيت اعوض هعوض بالباي على الاربعه. طبعا ظا باي على الاربعه بواحد دي كده راحت. طب قا باي على الاربعه، القا مقلوب الجتا، الجتا باي على الاربعه بواحد على جذر 2، يبقى اذا دي قيمتها جذر 2. تمام. طيب ودي قيمتها كام؟ برضو جذر 2. جذر 2 في جذر 2 ب 2. تمام. وهنا الجذر 2 في جذر 2 ب 2، و2 زائد الاثنين ب 4، يبقى اذا الاجابه بتاعتي نص. تمام. طيب لو جيت انا قلت لك السؤال هنا قطع، هتعوض هتبقى نفس الحاجه. القاطه هيها بالظبط، القاطه اللي هي 45 هي بالظبط القا 45، ولكن كل الفكره انك هتيجي هنا هيبقى فيه اشاره. تمام. فهتبقى سالب نص، يبقى هنا الاجابه بتاعتي باء. لو كانت قاطع الاجابه هتبقى سالب نص. تمام، عشان هي في المستشار كانت جايه قاطع يعني. طيب رقم 4 بيقول لي هنا الدال س بتساوي الزاتا س، فإن الدال شرطتين باي على الأربعة.
هو عايز المشتقة الثانية. طيب تعالى كده نجيب له المشتقة الأولى. المشتقة الأولى للزتا أنا عارف إن هي سالب، أوعى تنسى السالب، بعد كده قاتا تربيع س. طيب أنا عايز أجيب المشتقة الثانية، دي كده هتساوي، اعتبر إن دي كده عبارة عن سالب، بعد كده قاتا س كل أس 2، بعد كده هنقوم عاملينها معاملة القوس، نزل الاتنين، بعد كده قول لي القاتا س كل أس واحد في مشتقة ما داخل القوس. طيب القاتا كانت مشتقتها إيه؟ كانت مشتقتها سالب، بعد كده قاتا س، قاتا س إيه بقى؟ زاتا س. طيب ما أنا عندي هنا قاتا س قاتا س، يبقى قاتا تربيع س. طيب القيمة كانت كام؟ بايع على 4، يبقى إذا دي باتنين، 2 في 2 ب4، ودي كده بواحد، يبقى الإجابة بتاعت 4. تمام؟ دي هي الإجابة رقم 3 دي. رقم 5 بيقول لي هنا الهاء أس د س بتساوي س تربيع زائد الواحد، فإن المشتقة الأولى للكلام ده بيساوي إيه؟ طبعا الشكل اللي قدامي ده أنا مش هعرف أشتقه بالشكل ده، ولكن هنعملها بقاعدة لولو. يعني إيه لولو؟ يعني هتحط لو في الطرف الأول ولو في الطرف التاني. طيب أنت عارف إمتى تستخدم الموضوع دوت؟ لو أنت محتاج قيمة حاجة محطوطة هنا في الأس بتاع الهاء. لو محتاج قيمة حاجة وتلاقيتها في الأس بتاع الهاء، فخد له الطرفين وايه، وريح دماغك من الاخر كده. طب ممكن احلها بطريقه تانية، او ممكن تحلها بطريقه تانية. ازاي؟ الطريقه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي التفاضلي، اللي هي الاشتقاق الضمني يعني. تمام، او التفاضل الضمني. طيب انا هحلها بالطريقه اللي قلت عليها في الاول. هنا طبعا الاس ده هينزل فين؟ هينزل قدام، يبقى هنا كده د س، وانا عارف ان دي قيمتها واحد. الكلام ده كده هيساوي ايه؟ هيساوي له هاء س تربيع زائد الواحد. تمام. طيب يبقى هنا الدال س دي كده بتساوي له هاء س تربيع زائد الواحد. اشتقها يا معلم، خلاص يبقى مشتقة الدال س دي كده عبارة عن س تربيع زائد الواحد، وهنا كده 2 س. تمام. اهي الإجابة اللي هي رقم ب. طيب تعالى بعد كده على السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لي هنا الصاد بتساوي 10 أس س تربيع زائد الواحد، فإن الدال صاد على الدال س بتساوي كام؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى كده نجيب لك الصاد شرط. الصاد شرط هي عبارة عن ايه؟ طبعا هي عبارة عن نفسها في مشتقة أسها في اللوغاريتم الطبيعي لأساسها. تمام، لأن ده عبارة عن ثابت أس متغير، وثابت أس متغير ما تنساش ده في الوحدة التانية. تمام، يبقى اهي نفسها في اللهم صل على النبي، نفسها في مشتقة أسها في اللوغاريتم الطبيعي لأساسها اللي هو 10 س تربيع زائد الواحد، اللي هي الإجابة رقم د. طيب تعالى بعد كده على رقم 7. رقم 7 بيقول لي هنا السين بتساوي 5 زائد القا تربيع 3 سيتا، والصاد بتساوي 1 ناقص ضا 3 سيتا، أوجد علاقة ضمنية بينهما. يعني أنت عايز تربط لي ما بين الاتنين دول بعلاقة ضمنية. طبعا أنا بحل بسرعة، يعني لا تؤاخذني عشان أنت وقفت الفيديو وحليت. ماشي؟ عشان بس الناس تقول لي أنت بتحل بسرعة ليه؟ لا، أنت وقفت الفيديو وحليت عشان بس وقت الفيديو. طيب يعني ايه اوجد لي علاقه ضمنيه ما بينهم؟ يعني شايف دي عايزين نربطها مع دي. هل اخدت حاجه شبههم قبل كده؟ قلنا يا شباب ان القا تربيع سيتا دي كده بتساوي 1 زائد الظا تربيع زائد الظا تربيع سيتا. تمام، ده اخدناه في حساب المثلثات. طب ما هي نفس الكلام لو انا غيرت السيتا دي وحطيت مكانها 3 سيتا. هتقول لا؟ مش هتقول لا. طيب القا 3. طيب يا شباب، هو انا مش عارف ان القا تربيع 3 سيتا بتساوي الواحد زائد الظا تربيع 3 سيتا؟ خلاص تعالى كده نعملها تاني بس. يبقى اذا القا تربيع 3 سيتا من هنا دي كده بتساوي السين ناقص الخمسة، صح كده؟ صح. طيب تعالى نربطها بقى باللي هنا. يبقى اذا انا عندي الواحد زائد الظا تربيع 3 سيتا ده كده بيساوي السين ناقص الخمسة. خلاص يبقى الظا 3 سيتا ده كده هيساوي، ودي الواحد هناك بعكس الإشارة. تمام، تبقى 5 ناقص الواحد اللي هي كام؟ اللي هي 4، يبقى يساوي الجذر السين ناقص الأربعة. كده أنا قدرت إن أنا أربط ما بينهم. الظا 3 سيتا اطلع فوق، الظا 3 سيتا قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد ناقص الصاد. خلاص يبقى 1 ناقص الصاد ده كده بيساوي الجذر بتاع السين ناقص الأربعة. تمام؟ تمام. هي س ناقص الأربعة ولا س ناقص إيه؟ لا، س ناقص الستة يا شباب، س ناقص الستة، عشان هنا دي كانت سالب 5 وإحنا ودينا لها إيه؟ ودينا لها سالب 1 تبقى سالب 6. تمام؟ يبقى س ناقص الستة. خلاص يبقى 1 ناقص الصاد دي كده بيساوي الجذر بتاع الس ناقص الستة. تمام؟
طيب فين الاختيار دوت؟ ايوه الاختيار ده اللي هو ده اللي هو رقم د. تمام. هو ايه اللي عمله ان هو ربع الطرفين يعني مش اكتر. قال لك الواحد ناقص صاد كل تربيع ده كده بيساوي س ناقص 6. طيب رقم 8 بيقول لي هنا د ص على د س بيساوي ال 2 س ناقص ال 3 والد عين على د س بتساوي س تربيع ناقص الواحد. اوجد المشتقة الثانية لد ص على د عين. هي الواضح من اللي قدامي ده ان هي قاعدة السلسلة، ولكن هو عايزها في المشتقة الثانية. ما تنساش اللغز اللي كان في السؤال ده، اكيد انت فاكره. اول حاجة انا بروح اجيب الد ص على الد عين. الد ص على الد عين عبارة عن الد ص على الد س في الدال س على الدال مين في الدال س على الدال عين. وكده كده الدال س بتروح مع الدال س مفيش اي مشكله، لكن في المشتقه الثانيه لا. في المشتقه الثانيه فاكرين الكلام ده في الشرح؟ قلنا لا ما ينفعش. طيب تعالى كده نجيب الدال ص على الدال س مدهاني جاهزه اللي هي 2 س ايه 2 س ناقص 3. تمام. طيب والدال س على الدال عين اقلب الكلام دوت يبقى س تربيع ناقص الواحد. هل اعوض هنا؟ لا، بعوض في بعد ما اجيب المشتقه الثانيه، لان هو محتاج المشتقه الثانيه. طيب يبقى د 2 ص على د عين 2 ده كده هيساوي. هو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اشتقاق المشتقه الاولى. طيب تعالى كده نشتق دي اهو. ادي الس تربيع ناقص الواحد. تمام. الكل تربيع. بعد كده المقام دوت في مشتقة البسط اللي هي عبارة عن الاتنين، خلي الاتنين هنا كده قدام. تمام. ناقص البسط دوت في اشتقاق المقام، اشتقاق المقام اللي هو 2 س. تمام. هيتضرب في الاتنين س ناقص التلاتة. طيب بعد ما عملت الكلام ده هل ده كده صح؟ لا لسه. في ايه بقى؟ في الدال عين على الدال س اللي هي مين؟ اللي هي الس تربيع ناقص الواحد، ودي الغلطة بقى اللي الناس بتنساها. تعالى كده نعوض ب2 على الآلة الحاسبة. هيطلع معاك الإجابة ب2 على 3. تمام. هي 2 على 3 مش 2 على 27. على 27 دي هو تقريبا عكسها، يعني السؤال هتلاقيه بقى هو اللي كان معكوس، لكن احنا في السؤال بتاعنا الإجابة هتبقى 2 على 3 مش 2 على 27. طيب ما علينا. رقم 9 بيقول لي السين بتساوي نون تكعيب ناقص النون. تمام. والصاد بتساوي الجذر بتاع 3 نون زائد الواحد. طبعا يعني سؤال عبيط، احنا حلينا الأصعب منه من شوية. هيطلع الإجابة 3 على 8 يعني. دي قاعدة شاين، حاجة سهلة خالص. طيب الدال س بتساوي السين جا س، فإن المشتقة الثانية للسين زائد الدال س بتساوي ايه؟ طيب تعالى كده نجيب المشتقة الثانية. سهلة خالص. ادي المشتقة الأولى دي كده بتساوي. ده حاصل ضرب دالتين، الأول في اشتقاق الثاني زائد الثاني في اشتقاق الأول. تمام. طيب بعد كده عايزين المشتقة الثانية. نفس الحوار، بس هنا بقى انت هتقول الأول اهو في اشتقاق الثاني ما تنساش السالب. تمام. جا س زائد الثاني في اشتقاق الأول اللي هو الجاتا س زائد اشتقاق دوت اللي هو الجاتا س. طيب ايه اللي حصل معايا هنا؟ طبعا ده كده يا شباب ما تنساش ان هو كان على بعض. تمام. قلنا ان السالب س في الجا س زائد الجاتا س زائد الجاتا س. طبعا دول عادي هيتجمعوا مع بعض مفيش مشكله، ولكن انا قصدي ان هما كانوا دول مع بعض في الاول يعني. يبقى اذا الدال شرطتين س ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الاتنين جاتا س. تمام. ناقص السين جا س. طيب قال لك الكلام دوت اجمعهولي مع الدال س. طيب الدال س بايه؟ الدال س زائد السين جا س. طبعا دي راحت مع دي، الاجابه طلعت معايا 1000. طيب رقم 11 بيقول لي السين بتساوي 5 زائد القا تربيع 3 س. الصاد بتساوي 1 ناقص ظا 3 س، فإن الدال صاد على الدال س. لسه حالين سؤال شبهه من شوية نفس الفكرة. قلنا من شوية إن ده في علاقة بتربطه مع ده، صح؟ صح. طيب هو كده كده هو عايز الدال صاد على الدال س، ودي كده قاعدة الشاين. سواء اشتغلت بالحتة اللي أنا قلتها لك أو ما اشتغلتش هتجيبها، ولكن عايزين نشتغل بالفكرة دي. يعني ممكن حد يقول لي دال صاد على الدال س، دال س على الدال إيه؟ على الدال صاد على الدال س، بعد كده دال س على الدال س، وتشتغلها شاين عادي خالص. ممكن حد بقى ذكي يقوم رابط دول على بعض في ثانية يقوم جاب السؤال. تمام. طيب ازاي نعمل كده؟ تعالى اما اقول لك. دلوقتي هقول لك هات لي الظا 3 سيتا في طرف الواحدة الأول. دي كده بكام؟ دي كده بواحد ناقص صاد. تمام. طيب وهنا هاجي أقول لك هات لي القا تربيع 3 سيتا الواحدة في طرف اللي هي عبارة عن 1 زائد الظا تربيع 3 سيتا. دي كده بتساوي السين ناقص الخمسة، وتقريبا نفس السؤال اللي لسه حلينه من شوية. تمام. طيب خد لي الروت بتاعها بقى. يبقى الظا 3 سيتا ده كده هيساوي السين ناقص الخمسة ناقص الواحد، يبقى س ناقص الستة. طبعا ده كده ايه؟ ده كده تحت الروت. نفس الكلام ده اقدر اقول ان هو بيساوي 1 ناقص الصاد. تمام. هو نفس السؤال اللي احنا حلينه من شويه. ماشي يا شباب.
بس وكمل عادي يعني، مفيش اي مشكله، هتعوض تعويض مباشر. طيب بيقول لك لو كانت د س بتساوي له ج س ناقص له ج س، اوجد انها لما السين بتقول الى باي على 4 د س ناقص د باي على 4 على س ناقص باي على 4. يا لهوي ايه المنظر الزفت ده! يعني الناس بتيجي تتصدم فعلا من الاسئله اللي شبه كده. عارف اي سؤال في النهايات ما عرفتش تحله، هقول لك على حاجه، اشتقه. اشتقه بجد. يعني ده سؤال نهايتها وانا مش عارف احله، وقفت مع اشتقه بصفر، بصفر، بواحد، ده الشرطة س. يعني ايه ده الشرطة س؟ المشتقة الأولى. تعالى نشتق دي. هو اشتق دي ازاي؟ ده انا فاكر من اللوغاريتمات، لو عندي لوغاريتم ناقص لوغاريتم دي معناها اسمه. تمام؟ يبقى اذا الدال س دي كده بتساوي له هاء ج س على الجتا س. اللي هي له هاء ظا س. ايوه، هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الدال شرطة س اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ظا س وفوق عوض لي بالقا تربيع س. تمام. طيب هو عايز الكلام دوت. هو اكيد كان مديه قيمه، يعني بيقول لك لما السين بتقول الى باي على 4. طيب باي على 4 يبقى دي كده بواحد. طيب باي على 4 قلنا دي من شويه هتبقى باتنين. تمام، يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى 2. طيب تعالى على رقم 13، بيقول لي اذا كان السين زائد الصاد اس 8. ده جه في المستشار، وكان جاي برضه في كتاب المعاصر مراجعه نهائيه، جه في كذا حته يعني. مهم السؤال دوت بيساوي السبعه، اوجد الدال 2 صاد على الدال س 2 عندما السين بتساوي الاثنين. حاول تفكر في السؤال، يعني هو مش صعب، ولكن بتختلف بقى. يعني انا ممكن احله في دقيقه، انت تحله في 10 دقايق وتجيبه، غير ان هيحله في ربع ساعه ويجيبه. ولكن طبعا الوقت مهم جدا معايا في الامتحان. السين زائد الصاد، بدل ما اقول اس 8 وبعد كده انزل ال 8 واشتغلها قوس زي ما انت اشتغلتها كده، كلامك محترم على فكره بس هتطول منك. تعالى نشتغلها، يعني نستعبط على السؤال. مش دي كده اس 8؟ ما انا ممكن اخليها هنا أس توم، صح كده؟ ممكن أخليها هنا برضو أس توم، بحيث التمانية تطير مع التمانية، ويبقى الموضوع هنا إيه؟ الموضوع سهل واشتقاها دي من عادي خالص. يبقى السين زائد الصاد دي أقدر أقول لك إن هي بتساوي 7 أس توم. طب هو أنا ليه عملت كده؟ ليه دماغي جابتني أعمل الفكرة دي؟ أو إن أنا أشتغلها كده؟ علشان أنا عارف كده كده لما أنا هشتق السبعة إن شاء الله أس عفريت بتساوي الصفر. ايوه، يعني دي كده بتساوي الصفر، ودي كده واحد زائد الدال صاد على الدال س. يبقى الدال صاد على الدال س دي كده بتساوي ايه؟ بتساوي سالب واحد. تمام. طب خليها في طرف الواحده بس عشان نشتق تاني. يبقى الدال صاد على الدال س دي كده بتساوي ايه؟ بتساوي سالب واحد. اشتق كمان مره يبقى بصفر. فين الصفر؟ رقم 14 بيقول لي الدال 5 س، يعني شوف شكلها عامل ازاي. تمام، دي على فكره قلناها برضو، قلنا فكرتها كده واحنا ماشيين في الشرح بتاع المراجعه. بتساوي س تربيع زائد السين، اوجد الدال شرطه 2 او المشتقه الاولى عندما السين بتساوي 2. طبعا الشكل دوت عارفينه، قلت لازم تطلع الخمسه بره، بعد كده تقول دال شرطه 5 س. ده كده هيساوي الاتنين س زائد الواحد. طيب شيل الخمسة س دي. امتى الخمسة س بتساوي الاتنين؟ انا عايزك تعملها لي كده. هتقول لي عندما السين بتساوي 2 على الخمسة. كلام محترم. طيب تعال عوض هنا بالسين 2 على الخمسة. يبقى الخمسة ده الشرطة 2، دي كده هتساوي الاتنين في 2 على الخمسة زائد الواحد. 4 على الخمسة زائد الواحد. 4 على الخمسة زائد 5 على الخمسة دي اللي هي 1 وربع تقريبا. تمام، 1 وربع اللي هي 9 على الخمسة. طيب فين 9 على الخمسة هنا في الاختيارات؟ 9 على الخمسة واقسم على الخمسة دي يبقى 9 على 25. تمام. تمام، يبقى هنا هنقسم على الخمسة عشان هو عايز دال شرطة 2، واقسم على الخمسة تبقى 5. 9 على 25. رقم 15 بيقول لك القاف س بتساوي المقياس بتاع السين، اوجد القاف شرطة -5. طيب هو دالة المقياس لازم نعرف، وده يعني معروف ليه؟ اصل دالة المقياس شباب شكلها عامل كده، فدالة المقياس يلزم تعريفها. ازاي بقى؟ بقول لك هنا ان القاف س دي اما بتساوي س واما بتساوي سالب س. امتى بتساوي س؟ الكلام دوت لما تكون السين اكبر من او بتساوي الصفر. الكلام ده لما تكون السين اقل من الصفر. تمام. تمام. هو هنا جايبها لي ايه؟ هو هنا جايبها لي ان عايز المشتقه يعني، او عايز الميل. ما هو المشتقه دي معناها الميل، صح كده؟ فين بقى؟ عند السالب 5. يعني هو عايزها في الجزء السالب. تمام، هو عايزها في الجزء السالب. طب الجزء السالب كان بياخد ايه؟ كان بياخد السالب س. طيب السالب س لما اشتقها هطلع معايا سالب 1. رقم 16 بيقول لك الدال س بتساوي الس ناقص الأربعة على 2 جذر س، فإن الدال شرطة صفر.
طبعا السؤال ده سهل خالص، احنا قلناه في في حلقه الشرح لما شرحنا المجال. قلت لك دي داله كسريه، والداله الكسريه المجال بتاعها هو عباره عن حاء ما عدا اصفار المقام، صح كده يا شباب؟ طيب مين هنا اللي يصفر لي المقام؟ طبعا هو هنا الصفر ده يصفر المقام، فبالتالي الداله دي غير موجوده عند هذه النقطه، يعني عند الصفر الداله دي غير متصله. تمام، عند الصفر الداله دي غير متصله، بس فاقول له هنا غير معرف او غير موجوده. الدال على الدال س 2 ظابطة باي على 4. حل السؤال دوت. طبعا دي يا شباب قيمة، فبالتالي صفر حتى لو عملتها على الآلة اهو. تعالى كده نعملها على الآلة، يعني الآلة هتشتمنا. يعني هنا كوزين مثلا 30، يعني ما دي قيمة، فاهم ازاي؟ اللي هو الحاجات اللي زي كده هي قيمة. هو ايه ده الآلة عايزة ايه؟ يعني تعالى نعوض لها هنا مثلا بواحد. الآلة هتشتمنا يا جدعان، ما دي قيمة هي بصفر. اللي هو الآلة بتقول لك انا هعوض في اكس منين يا عم؟ مفيش اكس، انت متخلف. طيب رقم 18 بيقول لي إذا كان السين صاد بيساوي الواحد، ده صاد على ده س بيساوي كل مما يأتي ما عدا مين. طيب يعني أنت عايز هنا برضو إيه؟ ده باين عليه إن هو اشتقاق ضمني. حاول تحدد كده النوع قبل ما تشتغل عشان الدنيا تبقى بسيطة معاك إن شاء الله. يبقى هنا حصل ضرب دالتين، ده صاد على ده س، تمام، زائد الصاد، ده كده بيساوي الصفر. يبقى الدال صاد على الدال س ده كده بيساوي السالب الصاد على السين. تمام، هو بيقول لي كل مما يأتي ما عدا، دي كده صح. تمام. طيب تعالى كده، هو الصاد بتساوي ايه؟ يعني الصاد انا عارف ان هي بتساوي س اس سالب واحد. طيب يبقى انا عندي هنا سالب س اس سالب واحد على السين، دي اللي هي مين؟ دي اللي هي سالب واحد على السين تربيع، اللي هي دي. يبقى دي كده برضو صح. طيب ينفع دي كده؟ لا دي شكلها مش صح. تمام، دي صح ليه؟ لان الاتنين دول انفرس لبعض، يبقى دي كده برضو صح. يعني ايه انفرس لبعض؟ يعني عكسين لبعض. فاهم ازاي؟ واحد على السين هيها مين؟ هيها صاد، يبقى اذا واحد على الصاد هيها ايه؟ هيها س، هيها برضو لو انا ربعتها. تمام، يبقى دي كده الاجابه الغلط. رقم 19 بيقول لك اوجد تفاضلي. هو يعني ايه تفاضلي؟ تفاضلي دي عارف الحته الاولى من التكامل. هو طبعا في علاقه، يعني احنا لما عملنا التفاضل وعملنا التكامل اكتشفنا ان في علاقه بتربط الاثنين ببعض اصلا. تمام، الكلام ده ان شاء الله لما ناخد التكامل في علاقات بتربط الاثنين ببعض، وفي اسئله بتيجي على الاثنين مع بعض يعني. فان شاء الله هشرح لكم الحته دي وافهمكم ايه حكايه التكامل مع التفاضل يعني. حته التفاضلي ما هيش صعبه. بيقول لك اوجد تفاضلي م، حيث هي فكره التفاضل انك هتحط ده النق او ده السين او ده العين في الاخر بس، حيث الميم بتساوي 4 باي نق تربيع. تفاضلي يعني اشتق، يبقى الميم شرطه دي كده هتساوي 4 باي، ده هتخرج بره. تمام، بعد كده النق تربيع خليها هنا الاثنين في 4 8، بعد كده دي نق بس. طيب هو ده كان عبارة عن ايه؟ ده كان عبارة عن الدال ميم على الدال نق، ده كده بيساوي 8 باي نق. كلمة تفاضلي معناها ان انا عايز دال ميم، كلمة تفاضلي ميم معناها انا عايز كلمة دال ميم، يبقى الدال ميم دي هتساوي 8 باي نق. تمام، دال نق 8 باي نق دال نق. 20 بيقول لي هنا الدال شرطة س بيساوي واحد على س، واحد على واحد زائد س تربيع، والراء س بتساوي ظا س. اوجد الدال بعد راء مشتقة أولى يعني للسين. طيب جميل خالص. الفكرة بتاعتي دي طبعا إن إحنا بناخد الراء نقوم حاطينها في السين. تمام، بناخد الراء نقوم حاطينها في السين بتاعت مين بقى؟ في السين بتاعت الدال. طيب تعالى نعمل الموضوع ده. هو بص، هو جايب لي هنا المشتقة، فالعمل إنك هتحط دي هنا على طول، وبكده يبقى السؤال خلص. فاهمني ازاي؟ يعني انت مش هتشتق تاني، اصل هو جايب لك المشتقة اصلا، يعني هو جايب لك المشتقة. تمام، يعني انت عارف دي شكلها عامل ازاي؟ دي ترجمتها عبارة عن الدال شرطة، والسين اللي هنا احنا هنشيلها ونحط مكانها راء سين. تمام، يعني دي كده الترجمة بتاعتها. ماشي، يبقى الكلام ده كده هيساوي واحد على واحد زائد الظا تربيع سين. طب واحد زائد الظا تربيع سين دي عبارة عن ايه؟ انا فاكر ان هي عبارة عن بالظبط القا تربيع سين. طيب اقلبها تبقى عبارة عن الجتا تربيع سين. ماشي شباب، أسئلة سهلة وكلها بتعتمد على التفكير يعني بسيطة. دي فعلا الحاجات اللي بتيجي في الامتحان ما بيحبش يجيبها سؤال طويل بقى، وزي ما انت فاكر بقى في المعدلات الزمنية الأسئلة الطويلة دي، لا هو بيجيب حاجة بس فيها فكرة وصغنونة ما تاخدش وقت. طيب هنا بيقول لك أوجد الدال صاد على الدال س، طبعا سؤال سهل.
مش محتاج يعني تفكير كتير. طبعا انت هتنزل الستة س أس 5. تمام. بعد كده يعني تعالى نحل. الصاد شرطة دي كده هتساوي 6 س أس 5 زائد نفسها في مشتقة أسها في اللوغاريتم الطبيعي لأسسها، اللي هي الإجابة دي فعلا. تمام. بيقول لي الدال على الدال س صاد، دال صاد على الدال س بتساوي الصاد، دي معناها ان هو عايز يشتق. هو بيقول لك هنا دي معناها اشتق الكلام دوت. طب نشتقه ازاي؟ معناها الاول في مشتقة الثانية. تمام. اهو الاول في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى. طب مشتقة الاولى اللي هي دال صاد على الدال س، يبقى ده كده معناه الصاد في دال 2 صاد على الدال س 2 زائد الدال صاد على الدال س الكل تربيع. قلت لك في فرق ما بين دي ودي، والاثنين عمرهم ما ساووا بعض، والكلام ده شرحته فين؟ شرحته في حلقة المراجعة. يبقى إذا الإجابة هي دي. نكمل. سؤال رقم، هو دي تقريبا أسئلة متكررة يعني. ده 21 وكان معانا 21، ما علينا، خلي ده 22 عشان احنا ماشيين يبقى بالترتيب. يعني الصاد بتساوي الزاطة 5 س، الدال صاد على الدال س زائد 5 صاد تربيع بتساوي ايه؟ طيب نعمل كده زوم شوية، فكر في السؤال، يلا بينا. طيب اول حاجه انا هجيب لك الدال صاد على الدال س، دي كده بتساوي الزتا طلع الخمسه بره حط لها السالب بتاعها، بعد كده القاتا تربيع 5 س. تمام. طيب انت عايز الكلام دوت زائد الخمسه صاد تربيع، خلاص يبقى زائد الخمسه في الصاد تربيع. طيب الصاد تربيع اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن زتا تربيع 5 س. خلاص بقى انا حفظتها يعني، اكيد انت زهقت منها خلاص. تمام. العلاقه طبعا اللي بتربط الاثنين دول ببعض يعني. طيب يبقى انا هشيل دي، قول السالب 5، بعد كده 1 زائد الزتا تربيع 5 س زائد الخمسة زتا تربيع 5 س. طبعا هنا هتلاقي السالب دي لما هتدخل على دي فتلاقيهم راحوا مع بعض او اتشطبوا مع بعض يعني، فبالتالي هنا الإجابة هتبقى سالب 5 في 1 اللي هي سالب 5 اللي هي الإجابة دي. تمام. تمام. رقم 22 او 23 مش هتفرق معانا يعني. الصاد بتساوي جذر 2 ق س زائد ظ س، حيث السين بتنتمي من الصفر الى باي على 2، فان الواحد على صاد. طيب تعالى نكتب لك واحد على صاد 2 ق س زائد ظ س في الدال صاد على الدال س. اشتقي لك دي، ده رود. بنشتقه ازاي؟ ومشتقة ما داخل الجذر على 2 في الجذر نفسه، ادي 2 في الجذر نفسه. مشتقة ما داخل الجذر أدا 2 هتصدر زي ما هي. بعد كده افتح القوس بتاعك. القا س مشتقتها بقى يا شباب القا قاظا. تمام. قا س ظا س. تمام. زائد الظا مشتقتها يا شباب الظا مشتقتها قا تربيع س. تمام. طيب وبعدين بقى، ولا بعدين ولا قبلين، اضرب دول كده في بعض هتلاقي ده الرود هيروح مع الرود. تمام. والاثنين من هنا طبعا راحت مع الاثنين من هنا، فبالتالي هيطلع لي هنا ق س كده. يعني خلينا ناخدها عامل مشترك من فوق من هنا، فيطلع لي ايه؟ يطلع لي ق س زائد ظ س على هنا الاثنين ق س ظ س زائد ظ س. فده كده راح مع ده، اتبقى لي نص ق ايه؟ نص ق س اللي هي الاجابه دي. طيب السؤال رقم 23، دال على الدال س دال صاد على الدال عين، معناه هو عايز يشتق دي. تمام. طيب معناه ايه الكلام دوت؟ او ده يعني بيساوي لي ايه؟ ده معناه الدال 2 صاد على الدال عين 2. تمام. اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دال 2 صاد على الدال عين 2، ولكن يعني احنا يعني انا بكتبها كده مجازا، ولكن ما تنساش الدال عين على مين؟ على الدال س. تمام. يبقى في الدال عين على الدال س زي ما حلينا عليها سؤال من شوية. طيب رقم 30 بيقول لي جا س جتا صاد ده كده بيساوي النص، حيث السين والصاد قياس زوايا حادة. تمام. ده كان جاي في الامتحان التجريبي. أوجد الدال صاد على الدال س عندما السين بتساوي بقى على 4. تمام. تعال نشوف هنعمل ايه. أولا أنا هشتغل حاصل ضرب دالتين عادي خالص. هنا هقول لك الجا س في الجتا هتبقى مشتقتها ايه؟ هتبقى مشتقتها سالب جا سالب جا صاد دال صاد على الدال س زائد الثانية في مشتقة الأولى. تمام. اشتقاق الأولى بكام؟ اشتقاق الأولى الأول الجا هتبقى جاتا س جاتا ايه؟ جاتا صاد اللي هي الأولى اللي هي الثانية في مشتقة الأولى. الكلام ده طبعا بيساوي صفر. طيب تعالى جيب لي بقى الدال صاد على الدال س في الطرف الواحدة. يبقى الدال صاد على الدال س دي كده هتساوي سالب الجاتا س
جاتا صاد على سالب الجا س جا صاد. طبعا السالب راح مع السالب. تعال كده نشوف الزاويه بتاعتي. انت قايل لي هنا ان دي باي على 4، يبقى انا عندي السين محتاج اجيب الصاد. طيب هي قياس زوايا حاده، المعلومه دي مهمه جدا. يبقى دي معناها ايه؟ على طول انا جبتها جه 45 فجت 45 بنص طبعا. تمام، يبقى اذا كلهم 45، يبقى هنا نص على نص فيها الواحد. تمام. طيب 31 بيقول لي السين بتساوي تقريبا قصد، ما علينا. طيب الصاد بتنتمي من باي على 2 الى باي، اوجد الدال س على الدال صاد. عايز الدال س على الدال صاد. طيب هو طبعا عكسها يعني، ها واخد انت بالك؟ طيب الدال س على الدال صاد دي كده هتساوي القا صاد اللي هي مشتقة دي يعني ظا صاد. تمام. طيب هو طبعا هنا حب يربط ما بين القا والظا. انا على طول استنتجت الكلام ده عشان قدامي رود. اول ما تشوف الرود طبعا يعني يجي في بالك طبعا العلاقه اللي بتربطهم اللي هو القا تربيع صاد دي كده هتساوي 1 زائد الظا ايه؟ الظا تربيع صاد. تمام، فبتيجي في البال على طول العلاقه دي. ويعني لو تلاحظ استخدمناها كتير قوي. يبقى الدال س على الدال صاد. طبعا ما تنساش الفتره بتاعتك. الفتره بتاعتك بيقول لك ما بين ال 90 وما بين ايه؟ وما بين ال 180 اللي هي في الحته دي يعني. تمام. طيب اللي هي بتاعت الجاه. طيب يا شباب يبقى الدال س على الدال صاد. تعالى كده نشيل دي ونعوض بدلاله دي. طيب يعني ازاي نعمل الكلام ده؟ طبعا هو جايبها لك هنا بدلاله السين، فانا هشيل الظا دي واعوض مكانها بدلاله القا. يبقى الظا س دي كده هتساوي القا تربيع صاد ناقص الواحد بس تحت الرود. يعني قا تربيع صاد ناقص الواحد، صح كده؟ تمام. يبقى دي هتساوي القا صاد في الرود بتاع ايه بقى؟ قا تربيع صاد ناقص الواحد. تمام معايا؟ طيب القا تربيع صاد هي ايه؟ هي لو انا ربعت ده، يعني هي لو انا ربعت السين، يعني ممكن اشيلها واحط مكانها س تربيع، وممكن اشيل دي واحط مكانها س. يبقى س رود س تربيع ناقص الواحد اللي هي الاجابه مين؟ دي ده. رقم 32 بيقول لي الس تربيع بتساوي ه اس 2 اس صاد. انا عايز اغلط الصراحه يا شباب. طيب الس تربيع بتساوي ه اس صاد. تمام، الس تربيع بتساوي ه اس صاد عشان السؤال مش باين شويه. هو عايز السين في الدال صاد على الدال س. ادي السين في الدال صاد على الدال س. طيب نعملها ازاي؟ خد اللوغاريتم من الطرفين، كبر دماغك. ده كده راحت، يبقى اذا دي كده اتبقت لي اهي. تعالى كده نشتقها، يبقى الدال صاد على الدال س دي كده هتساوي طبعا ده له ه س تربيع. خدها هنا س تربيع وهنا كده 2 س. دي راحت مع دي يبقى 2 ايه؟ 2 على س. دي هتروح مع دي الاجابه بتاعتك 2. هي تقريبا دي يا شباب كانت 2 صاد، عشان كده الاجابه هتطلع في الاخر 1. تمام، فاحنا لو جينا هنا عملناها، انا مش فاكر السؤال الصراحه، بس لو كان هنا خليناها 2 صاد يعني، فبالتالي الاثنين دي هتفضل بره، الاثنين راحت مع الاثنين، فبالتالي هتلاقي دي 1 فيطلع معاك الاجابه 1. تمام. رقم 33 السين بتساوي ظا 1 زائد الصاد. اوجد الدال صاد على الدال س. اشتقاق ضمني عادي خالص. 1 دي كده هتساوي الظا انزل قا تربيع 1 زائد الصاد دال صاد على الدال س. دي كده بتساوي ايه؟ الدال صاد على الدال س دي كده بتساوي ايه اللي بقى؟ قا كام؟ قا قصدي مقلوبها ايه؟ مقلوبها جتا. يبقى جتا تربيع 1 زائد الصاد. طيب هو هنا جايب لي قيمة السين مش جايب لي قيمة الصاد، واخد انت بالك من الحتة دي؟ فبالتالي هعوض هنا مكان السين باتنين. يبقى دي كده هتساوي الظا 1 زائد الصاد. على الآلة الحاسبة تعالى كده نعمل شيفت تان 2. طلعت معايا بزاوية معينة ناقص الواحد. ليه ناقص الواحد؟ ما تخليها زائد الواحد، يعني احنا عايزين الزاوية دي، انا مش عايز اجيب قيمة الصاد. يعني دي كده قيمة الصاد، زود واحد تاني بقيمة 1 زائد الصاد اللي هي القيمة دي على بعضها. فاهم ازاي؟ طيب احنا عايزين نجيب ايه؟ احنا عايزين نجيب كوزاين القيمة دي تربيع. طيب كوزاين القيمة اللي احنا جبناها دي بيساوي كده. طيب نربعه بقى، هيطلع معايا 2 من 10. طيب 34 الصاد بتساوي ألف هاء باء أس باء س، والدال 2 صاد على الدال س 2 بتساوي الصاد. أوجد الباء تربيع. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أولا احنا محتاجين إن احنا نجيب الدال صاد على الدال س الأول. دال صاد على الدال س دي كده هتساوي حاصل ضرب دالتين. الألف ده يعتبر كونستنت هنطلعه بره. بعد كده هنا الباء هتنزل ها أس باء س. له ها هتروح مش مشكلة يعني. الدال صاد على الدال س
اتنين اتنين دي كده هتساوي ألف باء تربيع ه ب س. انت عايز مين؟ انت قلت ان انت عايز القيمة دي صح؟ وعايز الباء تربيع. طيب الدال 2 صاد على الدال س 2 بتساوي كام؟ بتساوي الصاد. ده كده بيساوي الألف باء تربيع ه ب س. طيب يبقى الباء تربيع دي كده بتساوي ايه؟ دي بتساوي الصاد اللي هي كام؟ الصاد اللي هي ه ألف أس ه ب س على ألف أس ه باء س. راحت مع دي يبقى الإجابة بتاعتك واحد. رقم 35 إذا كان الصاد فيه له طبعا هنا يعني له مش ه س تكعيب، لا ده س تكعيب ه، واخد انت بالك من الحتة دي؟ بيساوي الواحد، حيث ان السين دي اكبر من الواحد. ما هو لو السين دي كانت بتساوي الواحد خلصت، تمام؟ هتبقى بايه؟ هتبقى بصفر طبعا، تمام؟ طيب اوجد الدال صاد على الدال س عندما السين بتساوي التلاتة. طيب تعالى كده نشتغل. الصاد في فك دي كده له ه على له ه س أس 3 صح كده؟ صح ليه؟ لأن دي خاصية أصلا عندي، تمام؟ الكلام ده كده بيساوي الواحد، طب ما ده بواحد، تمام؟ يبقى إذا الصاد بتساوي له ه س أس 3، تمام؟ ما خلاص بقى يا عم عرفنا ان هي تمام، يبقى اشتق دي طبعا. يبقى الدال صاد على الدال س دي كده بتساوي أدا السين أس 3 بعد كده 3 س تربيع، دي كده هتروح مع هنا يبقى 3 على س، 3 على 3 فالواحد الإجابة رقم ألف. يعني فكرة السؤال بسيطة خالص وبتعتمد على حاجة من تانية ثانوي. الدال س بتساوي له ه س تربيع زائد الواحد الكل أس 2 زائد ه أس ج س. أوجد الدال صفر في المشتقة الأولى عند برضو الصفر. طيب تعالى كده الأول نعوض بالصفر. الدال صفر له ه واحد بصفر زائد ه أس ج طبعا هنا صفر، جا صفر بصفر، ه أس صفر بواحد، يبقى هنا دي كده قيمتها واحد، تمام؟ طيب تعالى كده نجيب المشتقة الأولى ليها. طيب هل المشتقة الأولى أروح أجيبها من دي؟ لا غلط، تمام؟ لا غلط، ما ينفعش، لازم إن أنا أروح أشتق دي الأول وبعد كده أعوض بصفر، تمام؟ عشان في ناس ممكن تعملها لك صفر دلوقتي، ودي كانت الغلطة في السؤال، يعني السؤال ده كان تقريبا في التجريبي. لا احنا لازم ان احنا نشتق الاول وبعد كده اروح اعوض بالصفر، والكلام ده قلته حتى واحنا شغالين في المشتقه الثانيه، قلت لك ما ينفعش تجيب المشتقه الاولى وتعوض، لا انت لازم تشتق الاول وبعد كده تعوض في المشتقه الثانيه. عارف الكلام ده فين؟ في الديناميكا، لما بتيجي تجيب العجله من السرعه واللخبطه اللي بتحصل، هو نفس الحوار بالظبط. طيب المشتقه الاولى للسين دي كده هتساوي، تعالى كده نشتق دي. ازاي نشتقها؟ عادي، حط ده كده هنا ونجيب هنا مشتقته، تنزل الأس بعد كده س تربيع زائد الواحد ناقص من الأس واحد في مشتقة مداخل القوس، طبعا هتبقى 2 س، خليها هنا 4 وهنا كده هتفضل الس زائد نفسها في مشتقة أسها. طيب تعالى كده بقى نعوض بالصفر، بواحد بواحد معايا. طيب هنا كده صفر يبقى دي كده واحد، صفر يبقى دي كده على بعضها واحد. طيب الأربعة في واحد، أيوه في صفر، يبقى دي كده بإيه؟ يبقى دي كده بصفر، يبقى دي كده كلها راحت، تمام؟ وهنا كان عندي إيه؟ هنا كان عندي واحد، واحد في واحد بواحد. أنا شايف ده كده كفاية، لأن الواحد أساسا بيدوخ، يعني أنا نفسي دخت، فأنت أكيد دخت برضه. وإن شاء الله في الحلقة الجاية يعني نحاول برضه ناخد شوية أفكار جميلة، إن شاء الله تكون على زوم يعني، وبإذن الله نخلص المعادلات الزمنية، وما تقلقوش يعني المنهج لطيف، وبإذن الله أجيب لكم أهم الأفكار ومعاكم إن شاء الله، مش هنساكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.